السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، سريعا كده لكل نادي ليه جماهيره. الأهلي ليه جماهيره، الإسماعيلي ليه جماهيره، الزمالك ليه جماهيره، المصري ليه جماهيره، بيراميدز، كل الأندية ليها جماهيرها، منتخب مصر كله إلا الحكام. نفسي أي إداري قبل ما ينتقد الحكم ويجي على الحكم ويطلع، يعني يطلع مثلا نقول ايه، يطلع تبريراته في الحكم ان هو اتهزم عشان خاطر الحكم، يشوف اللعيب بتاعه اللي اتطرد ويشوف اتطرد ليه ويعاقبه ان هو خلى الفرقه تنقص واحد. يا جماعه الحكم دون تمام. خليني انا اكون جمهور الحكم في اللحظه دي، يمكن نكسب ثواب في الحكام. الحكم ده يا جدعان ليه اهل، الحكم ده ليه اولاده، الحكم ده ليه الحته اللي عايش فيها. يا جماعه ما ينفعش كده، الحكم ده مش الحته الواطيه. بنشوف في اوروبا اللعيب بياخد الطرد، بياخد الانذار كده هو في عمل وياخد بعضه بره. كل لعيب دلوقتي وكل نادي يطلع الحيطه المايله زي ما قلنا الحكام، يطلع نقصه ويطلع تبريراته في الحكام. والله ما صح يا جماعه اللي بتعملوه دون. قلنا الحكم ليه اهل وليه ليه زاويه وكده هو. يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده مع الحكام غلط. يا عم الحكم معاك كارت اصفر، معاك كارت احمر، مدعوم من اتحاد الكوره، مدعوم من لجنه الحكام، بتقبض من لجنه الحكام واتحاد الكوره. اللعيب ما بيديكش حاجه، النادي ما بيديكش حاجه. اللي انت بالفريتين اللي انت بتحكم لهم مش عاجبك، اللعيب ما يزعلكش، اللعيب ما يشخطش فيك. والله الواحد بتصعب عليه الحكام. نقول كلمه حق نتقابل بيها قدام ربنا. اللاعب اللي ما يعجبكش، اللاعب اللي يخرج عن النص، معاك اصفر ومعاك احمر بره. لاي نادي، لاي لعيب على شأنه او ايا كان. حرام حرام الله العظيم، الواحد بيتفرج على الحكام بتصعب عليه الحكام. ايه يا عم ده الحكم، انتوا مش مشترين الحكام يا جماعه. كلمتين في الله وبكل ضمير نتقابل قدام ربنا. عيب عيب اللي تلاقي اداري عمال يشوح للحكم ويعمل للحكم. انا ما بتكلمش على بشخصا ولا كده، بتكلم على جميع الاداريين ايا كان هو النادي مين، على جميع اللاعبين ايا كان هو اللاعب مين، اسمه ايه، لاعب كبير، لاعب صغير، في دوري الممتاز، في دوري ب، في دوري الثالثه، في مراكز الشباب، في الكفره. الحكم حكم واللاعب لعيب. الحكم ده انت مش مشتريه. الحكم ده قلنا ليه اهل وليه ابنه بيصعب عليه ابوه بيتفرج عليه او بنته او زوجته. عيب عيب اللي بيحصل اتجاه الحكام. تاني مع حاجه عم الحكم اللي انت بتستلم زي ما بتلبس زي الحكام، معاك اصفر، كارت اصفر، ومعاك كارت احمر، استعملهم. انت مش حاططهم في جيوبك زينه. اللعيب اللي ما يعجبكش يخرج عن النص، الاصفر تاني مره، والاحمر لو من اول مره وخرج عن حدوده او خرج عن النص. معاك كل الصلاحيه طالما بتراعي ضميرك وبتراعي ربنا، مالك من اي شيء او من اي بني ادم. نفذ القانون وبره لاي لعيب، بقول لك مهما كان حجمه علي او كبر شانه، كل الصلاحيه موجوده معاك. بصراحه الواحد بتصعب عليه الحكام، وتحس ان هم الحكام شغاله عند اللاعبين والاداريين. معاك اصفر، معاك احمر، اي لعيب مش عاجبك بره لاي نادي كان او اي لعيب كان. بجد اللي بيحصل في الحكام ده مهازل مهازل مهازل. وبرجع اقول تاني، الاداري ما تطلعش نقصك وتطلع تبريرك وتبرر الهزيمه بالحكم. روح شوف الفيديو بعد المباراه شوف الفيديو في البيت وتراجع الفيديو تاني وشوف اللعيب بتاعك كان اخطا ولا ما اخطاش، واتفرج على نفسك انت كنت عامل ازاي على الخطوط. لاي لعيب في اي نادي، لاي اداري في اي نادي، ما بشخصنش المواضيع. فاتقوا الله في الحكام. الحكم ليه اهل، الحكم ليه عيله، الحكم ليه ابنه بيتفرج عليه، زوجته بتتفرج عليه، ابنه بيتفرج عليه. فاتقوا الله وكل الدعم للحكام. يعني اللي بيحصل مع الحكام ده بصراحه ما بنشوفوش، ويعني تعتبر يعني اللي بنشوفه ده، مش عايز اقول سبه في حق الدوري المصري. والله ورحمه الله وبركاته. الكوره مع ناصر الغر. اتقوا الله في الحكام وكل الدعم للحكام.